أنا ما اقتنعت أن الموسيقى حرام، ولا اقتنعت أن الحجاب من الواجبات، ولا اقتنعت بمسألة تعدد الزوجات، ولا قسمة الورث بين الإخوة والأخوات، ولا بوجوب الصلاة مع الجماعات، ولا بحرمة التدخين والشيشة والقات وغيرها الكثير والكثيرات. مو بلازم تقتنع ترى. وتعريف الإسلام هو الاستسلام مو بالاقتناع، الاستسلام والذل والخضوع لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. الاستسلام ليس الاقتناع، وكلما قوي استسلامك لله سواء ظهرت لك الحكمة أو لا تم اقتناعك وقوي اطمئنانك. وليس من واجب العلماء إقناعك في كل مسألة واضحة غراء، إنما عليهم الإرشاد والدلالة، وعلى الله التوفيق والهداية. واتهم نفسك أولا بالتقصير وعدم التمام قبل أن تطرح الشكوك حول حكم وأحكام الإسلام. وكما تقبل من غير اقتناع آراء كبار الاقتصاديين والأطباء لسلامة الدنيا والأبدان، فاقبل أقوال الراسخين من كبار العلماء لسلامة دينك والإسلام. ولا ترد المسألة من أجل الخلاف. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، بتقول يا رب ما اقتنعت والمسألة فيها خلاف؟ هل تظن أن هذا جوابا ينجيك أو عند الله يرفعك ويرضيك؟ فلا تتبع الشبهات والشيطان وقيله، لأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.